دورة سميت دورة عمر السيد. وعمر السيد يعني واحد فرد من مجموعة اللي هي عريقة، واللي هي عندها تاريخ، واللي هي كانت لها سابقة، واللي كانت هي الأولى في خلق هذه الظاهرة الغيوانية اللي هو عمر السيد، واللي غيكون التكريم ديالو. الشرف ليا أنني نساهم في اللوحة الافتتاحية ديال هذا المهرجان، باش أنا ورفقة الزوجة نجوم الزهرة سعاد كذلك، والسي يعني الساروتي، الشرقي الساروتي، واحد اللوحه اللي كتضم فيها جميع المجموعات، وبان واحد السيده مولوعه ومنغومه مهووسه بهذه الظاهره اللي هي ظاهره الغيوان. شرف كبير ان تكون انطلاقه من الحي المحمدي، والحي المحمدي هو الاصل ديال هذه المجموعات، لان بحيث ان عدد من الفنانين المسرحيين الفكاهيين، الناس ديال الحلقه والناس ديال الغيوان والناس ديال الغناء والرياضه وديال يعني السياسه كذلك، اللي انطلقوا من الحي محمد. الحي محمد عنده تاريخ، عنده تاريخ كيف كاين ناس اخرين، احياء اخرى عندها تاريخ كذلك، درب السلطان الى اخره، البرنوسي، عين السباع، كاين الحمد لله الشباب اللي عطى. وهذا ما هو الا واحد استمراريه اللي غيخلق هذا المهرجان، لانه مكسب بالنسبه للشباب. الشباب اللي دابا كنشوفوه حتى هو تاثر بهذه الاغاني وبدا كيديرها في حله جديده، كيدير ان فيرسيون ديال الصينيه، ان فيرسيون ديال الله يا مولانا، ان فيرسيون ديال الشمعه، يا بني انسان، بزاف ديال الحوايج اللي شفنا بان الجيل ديالنا الصاعد حتى هو مولوع ومنغوم وغيواني كذلك. بحكم الامل ديالكم، فعلا واش الحقيقه بان العمل بالحي المحمدي عنده شعور خاص مقارنه مع اماكن اخرى خارج الحي المحمدي؟ بطبيعه الحال راه بنفس الحده، بنفس الحده يعني. احيانا كنكونوا في شي مدينه كنحسوا براسنا بحال في الحي محمد، لان كتلقى الناس المسؤولين ولاد الحي محمد، احيانا كتلقى القايد، كتلقى الباشا، كتلقى يعني في المغرب كامل تمشي للشينوا تلقى شي مسؤول في حي محمد. مع هذا واقيلا في القمر كاينين الحي محمدي كاين، تبارك الله عليك.